ازيكم؟ ناس كتير بتشتكي من وانا بغسل على الغسالة الاوتوماتيك او الغسالة العادية بيطلع رغاوي الصابون من البلاعة بدون مية طبعا. فده بيكون سدد جزئي مش سدد كلي، ده نتيجة لبواقي الطعام وبواقي الدهون اللي بتكون نزلت في البلاعة وما اتنضفتش. بيكون بواقي، ممكن يكون بواقي مناديل صغيرة نزلت في البلاعة او اي مخلفات نزلت في البلاعة وما اتنضفتش، وبالتالي المية بتكون ماشية بس بطريقة جزئية مش بطريقة كلية، فده بيعمل سدد بنسميه سدد جزئي. طب ده حله ايه؟ الحلول كتير. اول حل، انت ممكن تجرب الاول ترمي مية سخنة في البلاعة، بس تكون شديدة، يعني مية سخنة تكون سخنة قوي ترميها في البلاعة. اذا المشكلة اتحلت تمام، ما اتحلتش ممكن تجيب بوتاص من محلات المنظفات، وانا ما انصحش بالطريقة دي عشان ممكن تضايق الناس اللي عندهم ضيق تنفس او الكلام ده كله. بوتاص، وده بتسخنه على 2 لتر ميه سخنه وبتحطه في البلاعه وبتسيبه ربع ساعه، هتلاقي الدهون والبلاعه كلها سلكت. الحل الثالث، شركات بتيجي تضغط البلاعه وتسلك البلاعه. الحل الرابع، في حبيبات بتتباع في السوبر ماركت او في محلات المنظفات، انا مش عايز اذكر اسامي عشان ما يكونش دعايه، دي بتتحط في البلاعه وبتسلك البلاعه. في بيكربونات اللي هي العيش او الخبز، اسمها بيكربونات. البيكربونات دي ممكن تجيبها تحطها على خل وتغلي 2 لتر ميه وتحطهم فيها وهتسلك برضو البلاعه. فده بيكون سدد جزئي مش سدد كلي، فتسلك بلاعتك مش هتلاقي الرغاوي بتطلع من البلاعه اثناء الغسيل. اشوفكم الحلقه الجايه.